مبدئيا وقبل أي شيء لازم تعرف يعني إيه ديميك. ببساطة وباختصار الديميك هو عكس الريميك. يعني لو الريميك هو إنك تاخد لعبة قديمة وتعيد صناعتها بجرافيكس وميكانيكس الألعاب الجديدة، فالديميك هو العكس، أنت بتاخد اللعبة الحديثة وتعيد صناعتها بس بستايل الألعاب القديمة. في الفيديو ده هنشرح الموضوع بتفاصيل أكتر، وكمان هقولك عن أفضل ألعاب اتعملت من النوع ده. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ويلا نبدأ. زي ما قلت لك، الديميك هو انك تاخد لعبة جديدة وتحاول انك تعيد صناعتها بستايل وجرافيكس الالعاب القديمة. طبعا الالعاب دي بتكون من انتاج مطورين مستقلين او من فانز للعبة معينة، وبيعملوا الالعاب دي بهدف اعادة تجربة الالعاب الحديثة بس بذكريات واحساس العاب زمان، زي العاب البلاي ستيشن 1 والجيم بوي كده. وزي اي حاجة في الدنيا، الالعاب دي بيكون ليها مميزات وعيوب. من مميزات النوع ده من الالعاب انها بتكون دايما مجانية، لان زي ما قلت لك اللي بيعملها بيكون يا اما مطور مستقل يا اما واحد من فانز اللعبه، وغالبا ما بيكونش ليهم اي علاقه بالمطور الاصلي اللي بيمتلك حقوق اللعبه، فبالتالي ما بيكونش ليهم حق ان هم يحطوا عليها اي سعر. لذلك صناعه النوع ده من الالعاب بتكون اشبه بعمل تطوعي مش اكتر. ولكن للاسف عيب الالعاب دي ان معظمها ما بيكونش مشاريع كامله. يعني ممكن مجموعه من المطورين يجمعوا بعض ويعملوا اول كام مرحله من اللعبه وخلاص على كده. وفي بعض الأوقات كمان بيعملوا مجرد عرض دعائي، يعني حتى مش لعبة ممكن تتلعب. مثال على ده إعلان لعبة God of War Ragnarok على البي اس 1. هو مفيش لعبة، هو مجرد إعلان بيوضح لك لو كان في لعبة شكلها كان هيبقى عامل ازاي. عشان كده أنا النهاردة جايب لك قائمة بأفضل ألعاب الديميك، والقائمة بتضم الألعاب الكاملة فقط. يعني مش هنتكلم عن الألعاب الغير كاملة أو الفيديوهات والعروض الموجودة على النت، لا احنا هنتكلم بس عن الالعاب اللي تقدر تحملها وتلعبها دلوقتي. بس وانت بتحمل الالعاب دي يبقى خد بالك انك بتنزلها من موقع المطور الاصلي، لان زي ما قلت لك الالعاب دي بتبقى مجانيه، فمش هتلاقيها على المواقع المشهوره. وعزة جلالة يا باشا، انا كنت هسلم نفسي بس يعني قلت اجيلكم استحمى. اول لعبه هنتكلم عنها هي Elden Ring جيم بوي. واضح يعني من اسمها انها ديميك للعبه الشهيره جدا Elden Ring. العربية دي مرسيدس. لا والله. ومن اسمها برضو معمولة بستايل ألعاب الجيم بوي، زي ألعاب زيلدا القديمة كده بس على دارك سول. اللعبة قصيرة شويتين، يعني ممكن تخلصها كلها في ساعة تقريبا. بصراحة أنا مش بلوم المطورين على حاجة زي كده، وده لأن محتوى اللعبة الأصلية كبير جدا، مستحيل إنك تعمل كل ده في ديميك يعني. فبصراحة تجربة مش وحشة، لو أنت معاك شوية وقت فاضي ممكن تجربها وتخلصها في قعدة واحدة. تاني ديميك معانا للعبة بلاد بون بي اس 6، وهي إعادة صنع اللعبة اللي بتحمل نفس الاسم بس بستايل العاب بلاي ستيشن 1. ومش هقول اسم اللعبة تاني عشان بنطوي غلط. انا كنت عملت فيديو قبل كده بتكلم فيه عن اللعبة دي بالتفصيل. نفس المطور بتاع اللعبة دي اصدر لعبة تانية برضه بس بستايل لعبة ماريو كارت، وهي عبارة عن لعبة سباقات. صراحة اللعبة روعة، لو انت من فانز العاب السول فالتجربة دي ما ينفعش تفوتها. تالت لعبة معانا هي ديد سبيس، واللي اتعمل لها ديميك بستايل العاب البلاي ستيشن 1. للاسف اللعبه مش كامله، هما تقريبا عملوا اول مرحلتين ثلاثه من اللعبه الاصليه بس، لكن في المقابل اللعبه حلوه جدا ومعموله باتقان شديد، فبصراحه ما قدرتش ان انا ما اتكلمش عنها. ورغم ان اللعبه قصيره ولكن واضح فيها جدا المجهود اللي بذله المطورين، لدرجه ان لو اللعبه طويله شويه كنت هتنسى اصلا انها ديميك، كنت هتفتكرها لعبه كامله مستقله. فلو لسه ما جربتش ديميك ديد سبيس فانصحك تجربها. رابع لعبة هكلمك عنها النهاردة هي سايلنت هيل 2، واللي اتعمل لها ديميك بستايل ألعاب الجيم بوي زي لعبة Elden رينج اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو. اللعبة دي من الألعاب النادرة اللي بتقدم تجربة كاملة للعبة الأصلية، يعني واخدين اللعبة الأصلية من أولها لآخرها، وده مش موجود في معظم الديميكس التانية. وبكده سايلنت هيل يبقى عندها نسخة أصلية وريميك وديميك، وبصراحة تستاهل إنها بلا شك من أفضل ألعاب الرعب في التاريخ. خامس لعبة معانا النهاردة هي Resident Evil. سلسلة ريزيدنت ايفل كان ليها النصيب الأكبر في النوع ده من الألعاب. تقريبا كل أجزاء السلسلة اتعمل لها ديميك مرة واتنين وبستايلات مختلفة كمان. حرفيا فانز السلسلة دي عملوا كل حاجة ممكن تتعمل في بحر ديميكس اللي ريزيدنت ايفل ممكن تعوم فيه. عشان كده ما كانش ينفع أتكلم عن لعبة واحدة منهم، فقررت إن أنا أنقي لك من على وش القفص كده أفضل 3 ألعاب ديميك لسلسلة ريزيدنت ايفل.
اول لعبة منهم هي بايو ايفل، وهي عبارة عن ديميك للجزء الرابع بستايل شبه ستايل لعبة كونترا لو حد فاكرها. تاني لعبة فيهم هي ريزيدنت ايفل 4 ديميك، وهي ديميك للجزء الرابع برضه ولكن بنفس ستايل الجزء الاولاني من السلسلة، لدرجة انك هتحس ان انت بتلعب الجزء الاول فعلا مش الجزء الرابع. تالت لعبة هي ريزيدنت ايفل جيم بوي، معمولة بنفس الطريقة والستايل بتاع إلدن رينج وسايلنت هيل اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، ودول افضل 3 العاب دي ميك لسلسلة ريزيدنت ايفل. زي ما قلت لك في غيرهم كتير، فلو انت من عشاق السلسلة تقدر تستكشف بنفسك وتجرب اكتر من لعبة. بس كده دي افضل العاب الدي ميك اللي اتعملت لحد دلوقتي، وزي ما قلت لك الالعاب دي كلها مجانية تقدر تحملها وتجربها في اي وقت. بس قبل الحماسة ما تاخدك وتروح تحمل اي لعبة، خد بالك دايما انك بتحمل من موقع المطور الاصلي او على الاقل من موقع موثوق، لان زي ما قلت لك الالعاب دي مش موجوده على المواقع المعروفه. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه، ولو عندك لعبه دي ميك تانية غير اللي احنا اتكلمنا عنهم عرفنا عليها في الكومنتات. شكرا.